السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شحالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. كما وعدتكم راح نبدا ندير لكم وصفات واللي تعتبر ورشات مجانية على قناتي هنا في اليوتيوب، سواء او على حسابي في التيك توك، وكذلك على صفحتي في الفيسبوك. راح نخلي لكم روابط في التعليقات. جبت لكم اليوم وصفة مقروط اللوز بالكاوكاو. جماعة اللوز وما يندارش بالكاوكاو هذيك رانا على بالنا حلويات تقليديه لابد انه ما نمسوش فيها، بصح رانا بريسيزينا قلنا مقروط اللوز بالكاوكاو. تبعوا معايا الطريقه. بالنسبه لي انا هنايا كنت خدمت كميه كبيره، لكن فصلت لكم وخدمت لكم كميه كيلوغرام واحد من الفول السوداني. حمصته يعني ابيض وريحته ريحه متوسطه. جبت هنايا 3 كيلات، قسمته على 3 كيلات مع كيلة من السكر، وضفت له 2 ملاعق كبار من الفانيلا ونصف كيلة من جوز الهند. هنايا هذو هم المكونات الجافة تاعي. خلطتهم مليح وعاودت ترحيتهم، يعني الرحية دوزيام هي الأساسية. ترحيوهم بحجم رقيق قد حجم حبة الكسكس. بعد ما ننتهيو من المكونات الجافة ونتحصلوا على هذا القوام، نرجعوا للمكونات السائلة. هذا المعطر او لاباتاغوم راح تعاونكم بزاف، خاصة انا نستعملها في مقروط اللوز، المخبز، العرايش، البقلاوة كذلك. عندنا عطر الليمون وعندنا البيض. بالنسبة للبيض لكل بيضتين نحط صفار بيضة ونكمل بهذا المنوال. بالنسبة للزبدة حطيت 2 ملاعق كبار، وبالنسبه لي باتاغوم اللي كنت هضرت لكم عليهم حطيت ملعقتين من عطر الزهر وملعقه من الليمون. بالنسبه لي مبشور الليمون كنت حطيته ديجا في الكاوكاو من قبل، يعني ما صورت لكمش اللقطه فقط. نبداو هنا نحطوا الزبده والمعطرات، ومن بعد الباقي نموه بالبيض. بالنسبه للبيض انا ما خداليش هذيك الكميه كامل، بقات لي دوك تشوفوه في الفيديو قداه بقى لي يعني حوالي نصف بيضه. فوالا نلموه ونديرو هاد المرحله هي الاساسيه في التعسيل تاعو. فوالا ما نجهلوهاش. شوفي، تحبي ديريها قبل ما تحطيه يرتاح، تحبي ديريها بعد ما يرتاح. فوالا انا ندلكو هكا لمده 5 دقائق او اكثر على حسب الكميه يعني تاعي، ونغلفو البابي كويسون ونخليه يرتاح من ساعتين فما فوق. نبداو بالتشكيل. بعد ما ارتاحنا العجينه تاعنا، انا نستعين بهذاك الطابع المربع لانه ما عنديش صراحه طابع تاع مقروط اللوز، لكن اللي تحب يجيها على حبه راهو كاين الطابع في الاسواق. ونحتاجو طبعا لكوبات. هادوك انا نستعمل تاع النيلون لانهم بخاتيك افضل من الاخرين تاع الميتاليك يعني. ولا طريقه التشكيل. لما تستعملي هذاك الطابع يعني راح تحددي به الحدود تاع الحبه. شوفي الاوزان تجيك بين 40 الى 45، يعني مستحيل باش حاجه مشكله يدويا تجيك بنفس الميزان. فوالا بعد ما شكلناهم نجيبوا البابي كويسون نحطوه في البلاطوات تاعنا، والبابي كويسون هنايا ضروري جدا. فوالا حطوا مقروط اللوز تاعنا. بالنسبه للكميه هذه خرجت لي 42 حبه، ونخلوه يرتاح ليله كامله. جنسيست ليله كامله. هذه بعد ما ارتاح لي ليله كامله وطيبته، انا طيبته نطيبه على نار متوسطه من تحت، ومن بعد نزيد نشعله من فوق، وراهو ما يطولش خلاص، يعني هو جوست ينشف. ما تخلوش البيض خضر وما تخلوش وما تحرقوش، لانه يعني السكر راح يتكرمل وراح يرجع لكم يابس. فوالا نرجعوا للتسكار تاعو بعد ما بردنا تماما. انا نحطو في الشربات اللي كنت حضرته مسبقا، ومن بعد نزيد له ملعقتين او اكثر من ماء الزهر. نحطو بهذه الطريقه ونخليه ينشف. شوفوا، تحبوا تستعملوا البابي ابسوربون الا كان عندكم يعني طرف سبيسيالمون الحلوجيه راني نهدر، باسكو الكميه الكبيره مش راح تقدروا تستعملوا فيها البابي ابسوربون بزاف. انا نستعين هنايا في التسكار تاعو بالكيس البلاستيكي، يعني يساعدني باش نخدم بكميات كبيره. شوفوا هنايا كيما راني نخدم ب 12 حبه،
يعني كي تعود عندكم كمية 300 حبة فما فوق، أو يعني مهم كمية كبيرة، تقدروا تستعملوا كيسين أو أكثر، والوقت اللي يكون يرتاح فيه باش يحكم فيه التسكر راكم تكونوا ديجا تخدموا في الاخر، هكا ما يضيع لكمش الوقت. خلاص شوفوا، نسكروه المره الاولى، نخلوه يرتاح 5 دقائق في الكيس، نحيو السكر الزائد، بعدها نعاودوا نحطوه في السكر مره ثانيه ونخلوه تاني 5 دقائق اخرى. فوالا نحيولو السكر الزائد باش ما تجيناش الحبه ما متحوفاش. شوفوا، اهم حاجه في الحلويات الاتقان، اهم حاجه، خاصه اللي قاعدين يخدموا لي كومون تاع الناس. شوفي، الاتقان اهم حاجه، النظافه والاتقان. فوالا اخر مرحله نجيبوا السكر تاعنا ونرشوه عليه. وشوفوا بالنسبه لهاد المرحله خلوه يرتاح في بلاطوات هكا كيما راه، ما تزربوش تحطوه في ليكيسات باش السكر تاعكم يحكم في الحبات. ما تنسونيش بجام وتعاليق، واللي عندها اي ملاحظه ولا اي استفسار تكتبوه لي في التعليق.